السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات إلى هذا اللقاء الجديد الذي أخصصه للحديث عن الهدية التي قدمها عمي تبون للمغاربة، وهي فرضه التأشيرة على كل من يحمل الجواز المغربي. أقول له شكرا على هذه الهدية التي فضحت النظام الجزائري. هو مفضوح، ولكن زادت في فضحه. فالشعارات التي تلوكونها وتتغنون بها أنتم وأبواقكم في الصحافة بين هذا القرار الأخير على أنها مجرد شعارات ليس إلا. علمناها في قولكم في القضية الفلسطينية، تتغنون بالوقوف مع الفلسطينيين ولا إشارة مادية محسوسة تثبت هذا الادعاء. تتغنون بالمغرب العربي وتكوين مغرب عربي قوي، وأنتم تضعون العصا في عجلته وتكوينه لمدة تقارب 50 سنة لافتعالكم النزاع المعروف، نزاع الصحراء المغربية. يعني جئتم اليوم لتضعوا التأشيرة أو تفرضوا التأشيرة على المغاربة وتمنعونهم من التنقل إلى هناك. إذن هذا دليل آخر على أنكم ضد ادعاءاتكم، أنتم ضد الشعب المغربي، ضد الشعب المغربي، وأغنيتكم تقول نحن ضد النظام المغربي، علما أن النظام في المغرب والشعب المغربي كتلة واحدة. بغيت نقول لك عمي تبون والناس اللي يدوروا في الفلك ديالك النظام الجزائري، هل تظن بأن المغاربة غادي يحزنوا على هذا القرار؟ بالعكس، ما مدخلينوش في عقلهم أصلا كاع. ما أظن أن مغربيا كانوا يفكروا في الذهاب لزيارة الجزائر. استثني هنا ربما اللي عندهم صلة الرحم متزوجين هناك ولا العكس. أما المغاربة الآخرين اللي ما عندهم حتى علاقة دموية بالناس ديال الجزائر، ما عندهم ما يديروش. اش غادي يمشي يدير عندك تما؟ اش غادي المغربي اش يمشي يدير تما؟ غادي يمشي يداوي الصحة، ما عندكم صحة. غادي يمشي يقرا، ما كاين جامعات فين يقرا. غادي يمشي يخدم، البطالة ضاربة الأطناب ديالها عندكم. غادي يمشي يدير السياحة، المغرب بخير وعلى خير في السياحة. اش غادي يمشي يدير عندك؟ اش غادي يمشي يشوف عندك؟ ما عندك حتى حاجة اللي تشاف. اش غادي يدير؟ اش يمشي يدير باش انت درت الفيزا على المغاربة؟ فهذا ضرب من الجنون ليس إلا تعبرون من خلاله على الحقد وعلى كراهيتكم للشعب المغربي. أنا نقول لك ما ديرش الفيزا، زيد بني حياة ودير فيه الضوء باش اللي قرب منه يتهلك. سمعت؟ إلا كان شي حاجة أكثر من الفيزا ديرها، فما أظن بأن المغاربة غادي يبقى فيهم الحال. مفهوم؟ الجزائريين مرحبا بهم، المغرب منسجم مع المبادئ ديالو. المغرب مد اليد، قالكم اليد الممدودة، ما دارش تأشيرة. المغرب قال باغي نبني مغرب عربي قوي، ما دارش تأشيرة. إذن فهو منسجم مع مبادئه ومنسجم مع تطلعاته الإقليمية والعربية. ولهذا في حقيقة هذا القرار اللي خديتوه يعني يعكس مدى الحقد والكراهية التي تملأ قلوبكم تجاه هذا الشعب المغربي.
حنا كانوا الجزائريين يدخلوا عندنا في السبعينات وبداية الثمانينات، وكانوا يهجموا بحال النمل، نقولوا ماشي مشكل، وكانوا يأتون على الأخضر واليابس، ما يخليو لا خضرة لا فواكه لا تجينات لا لباس لا حتى حاجة حتى حاجة، كلشي اللي صابو قدامهم يجروه، حتى الناس ينعسو في الطوموبيلات، ما يمشيوش يخسرو فلوس في لي زوطيل ولا ما مفهوم، كانوا ينعسو في الطوموبيلات ونقولو ماشي مشكل هادو خوت. مع العلم كانت المشكل ديال الجزائر كانت طردت واحد 45,000 أو أكثر من المغاربة من الجزائر، ورغم ذلك كان الجزائريين يدخلوا، كنا نشوفوا فيهم شوفة عادية كإخوان ليس إلا. هذه هي طبيعة الإنسان المغربي، إنسان متسامح، إنسان خلوق، إنسان إلا قال أنت خويا راه خويا فعلا، إنسان إلا رفع شي شعار يرفع عن صدق وليس ادعاء ليس إلا. صحيح إنكم تعكسون الحقيقة الموجودة في قلوبكم وهي الكراهية، وكما سبق لي أن قلت في فيديو سابق، النظام العسكري الحاكم في الجزائر يعتبر الإنسان المغربي أكبر عدو له لظروف تاريخية يعرفها الجميع، بدليل أن الناس المجندين عندكم في الجزائر دخلوا لهم في عقلهم في التكوين بأن العدو اللدود والعدو الكبير اللي خصكم تواجهوه هو المغرب، الإنسان المغربي، بدليل كنتو تديوهم يعني المقابر وتقولوا لهم هاد الناس اللي ميتين هنا راه قتلوهم لكم المغاربة. علاش؟ باش تربي فيهم الحقد. وفعلا لحد الآن نتوما ناجحين في التخطيط ديالكم في التأثير في عقول مجموعة من الجزائريين الذين هم يشكلون اليوم أبواق على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الصحافة التافهة ديالكم. فكل من أراد أن يتسلق سلما إداريا يعني يسب المغرب، وغادي يوجد داك الشي اللي بغا، والحقيقة هي عكس. أجي تشوف المغرب وأجي تشوف المغاربة وتعامل معهم، وأجي تشوف المغرب مرحبا مرحبا بالجزائريين الأقحاح الأصلين، ماشي الجزائريين التبونيين اللي هازين السموم ديال هذا النظام الحاقد. شكرا على هذه الهدية، هدية وضع أو طلب التأشيرة، واعلم جيدا بأن راه تا واحد راه ما غادي يطلبها، درتو التأشيرة ولا ما درتوهاش راه ما عندنا معاه نجيو نديرو عندكم، حنا نشوفو الأعلى ما نشوفوش لتحت، مفهوم؟ فأنتم رمز للدونية، والإنسان راه يمشي يقلب على الأحسن. اللهم إلا كنتم تؤمنون بداكشي اللي قالو داك المخربيق داك الديناصور ديالكم في الحملة الانتخابية ديال تبون، وقال بأن الجزائر راه أحسن من سويسرا، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الحمق بصراحة. مارستان كبير، ملي تزوج مثلا واحد سياسي بين قوسين يقول بأن الجزائر أحسن من سويسرا، ربما خصو كنينة ديال الحمق، وهو يمثل شريحة كبيرة من السياسيين أصحاب القرار والقرارات الكبرى، ومن ضمنها هذا القرار الذي لا يزيد إلا يعني إبعاد الشقة بين الشعبين الجزائري والمغربي. شكرا بتبون، شكرا إخواني وأخواتي على انتباهكم، وإلى لقاء آخر بحول الله.